كمال مصطفى جاد، وكان لي الشرف ان انا اكتب عنه دراسه نقديه عن مجموعاته القصصيه المعنونه صدع في جدار الذاكره، والتي صدرت ضمن سلسله النشر الاقليمي القليوبيه منذ سنوات تقريبا 8 سنين. كمان مصطفى جاد انا بتكلم عن الحاضر الغائب كي لا يخرج احد حقه، لان ده برضه يعتبر محسوب على حق الشكر ككاتب من كتابه القصه، يعتبر هو الحاضر الغائب كما نقول. كمان مصطفى جاد في صدع في جدار الذاكره اتكى على الواقعيه واتخذ الواقعيه منهجا فنيا واسلوبا في كتابه كل قصه، فلم يلجا الى اي مراوغات او لم يحاول ان يجرد او ان ولا عيب في هذا على الاطلاق، ولكن هو اجاد في الكتابه الواقعيه واتكأ على قصص خاصه به، لكنه نجح بشكل كبير في ان يخرج التجربه الخاصه الى التجربه العامه، بمعنى ان القارئ عندما يقرا التجربه الخاصه للكاتب يحس انها كتبت عنه. ودي المهم، يعني مش مهم ان انا اكتب، وده يمكن اعتراضنا على بعض الشعراء على سبيل التحديد. كنت اضرب مثل بيه اللي هو فاروق بويده، ان تجربته خاصه لم ترقى بعد ليأخذها القارئ او المتذوق او المتلقي على انها تجربه عامه. نبص نلاقي مثلا يقول لما لا نقول امام كل الناس ضل الراهبان، لما لا نقول حبيبتي قد مات فينا العاشقان، بل واحد الترك والزمان وهو زمان، ويظل يعرف على هذه الوتيره التي لا تخلو عن كونها تجربه ذاتيه له. هذا في كل دواوينه دون استثناءات. لكن كمان مصطفى جاد استطاع ان يخرج من التجربه الذاتيه الى تجربه عامه ترضي القارئ او المتلقي او المتذوق الجيد الذي يريد ان يقرا كلامه. لكن ما اخذه على كمال مصطفى وانا قلت له هذا الكلام انه كان يغالي بعض الشيء، يعني عندما يتحدث عن رؤيه شبكيه على سبيل المثال فهو ياتي بعلاقه شبكيه كامله في بين الرجل والمراه، وهذا لا يتاتى على الاطلاق. وقلت له ان هذا يضر بك، وهذا يعتبر من الاشياء التي تضرب الفن عندك في مقتل، لكن عزائنا ان لم ياتي بهذه الاشياء غير في قصص ثلاثه فقط في هذه المجموعه. لكن كمان الحاضر لغايه بيننا احييه تحيه كامله من هذا المكان، لان الجمل عنده جمل سليمه وسديده، وهو قص يعتبر من كتاب القصه المهمين في قصص. التقيت ايضا بفرق الشافعي ككاتب قصه، لكنه للاسف توقف او اصبح يكتب قصه قصيره حسب المناسبات، رغم انه كان كاتبا جيدا وكان من الممكن يستمر في الكتابه ان يصبح من كتاب الثمانينات الذين تحتفي بهم الاوساط الادبيه في ذلك الوقت. كل جو الثمانينات ايمن غريب كان مفاجاه ليا، مش عارف انا كنت متابعه شويه واتوقف شويه، وكانت هذه المسؤوليه ليست مسؤولياتي، كانت مسؤوليته هو الشخصيه، لان ما كانش بيتابعني ادعاءاته او اللي كان يعني حسب التسجيل كده. لكن ايمن فوجئت بمجموعه القصصيه المزمع اصدرت قريبا باذن الله بعنوان هي والفراغ. مجموعة قصصية جيدة لا توجد فيها قصة، وبرضه اعتمد الواقعية من الفن الأدبية مع الجمل اللي فيها التلميحات، كثيرة التلميحات، ليست واقعية صرفة ولكن فيها التلميحات، فيها الصورة الشعرية، فيها الصورة الأدبية، فيها التحايل. تراجعت عن التقريرية والمباشرة، وكما كنت أقول دائما أنا لست ضد التقريرية ولا المباشرة، شرط أن تدور التقريرية في ملك الفكرة المحورية في القصة ولا تقترب منها، لأن اختيار التقريرية من الفكرة المحورية لأي عمل فني من شأنها أن يضرب هذا العمل الفني في مقتل، وأنا لا أريد لأي عمل فني أن يضرب في مقتل على الإطلاق. لكن وجدت الثبات عند ايمن غريب، ولا اعني بالثبات عدم التطور، ولكن اعني ان كل قصص المجموعه هي قصص يمكن لي كمتذوق ان اطلق عليها انها قصص جيده. فانا اهنئه كهناء على هذه المجموعه، واتمنى ان ترى النور قريبا، خاصه انه من جيل الثمانينات وانه تاخر كثيرا في اصدار هذه المجموعه، فاتمنى ان تصدر قريبا لنقراها وتتم المناقشه عنها في هذا المحفل وفي غيره من المحافل الادبيه في القليوبيه وغير القليوبيه باذن الله.
أيمن وهدان الكاتب بدأ يكتب قصة جيدة من خلال استماع 3-4 قصص، وهو بدأ يخطو خطوات، ولكن ما عيب عليه وأنا قلت له خريج لغة عربية واللغة عنده يعني أخشى أن نشيعها إلى مستواها الأخير في مرات قادمة. هو في حاجة إلى أن يعني يتحرر ما يكتب من اللغة، لكن هي لغة سليمة ولكن في معظمها، لكن برضه أثناء النطق اللغة لا تنطق كما تقول. لا من حيث القواعد النحوية ليس من حيث، ولكن من حيث المخارج. فاحنا مثلا ممكن بنجيب الأصوات بننطقها بالضبط، لكن الصح مثلا لها لغة هي أصوات بالتالي. فكل ما كان النطق صحيح للمفردات اللغوية كلما كانت اللغة يعني أو الأشياء تأخذ سامعيها كما يقال. كان برضه من ضمن كتاب القصة طبعا أخونا الشائع الكبير سامي السرحان. هو فاجئني بصراحة صحاني من يوم الساعة 2 وبيقول لي أنا عايز أسمعك قصة منه لله، لكن فوجئت أنا قلت ده أنا هتصور إنها قصة يعني إيه يعني متأثر بيها بالأسلوب الصحفي اللي هو أنا أعرف إنه كاتب صحفي كبير يعني، وجبت المقالة صحفية جيدة جدا، ولكن كانت مفاجأة ليا فعلا. قصة قصيرة ما زلت أذكرها كتبها منذ سنوات بعنوان أنا في حاجة إليك، فعندما قرأها ذهلت لأنه يعني كاتب حسيت انه كانت قطعه مشاوير طويله في سن القصه القصيره لا تخلو هذه القصه من التلميحات الادبيه اللغه حتى تحمل مضامين فنيه عاليه ولغه راقيه الى اخره. فاصدر مجموعه شيول النصر، ومجموعه شيول النصر لقيت فيه كثير من القصص اللي حملت قيم ادبيه، ولكن بعض القصص يمكن 3 قصص بس هم اللي كان فيها تاثر بلغه الصحافه اللي هي السريعه، ولكن مجموعه لن يملكني احد تراجعت فيها الاساليب الصحفيه وتراجعت فيها اللغه السريعه لغه الصحافه، وتم الاعلاء فيها والاحتفال بلغه الادب او لغه القصه القصيره. واعتقد ان المجموعه التي تلي سوف تكون افضل من هذا الكثير برضه في هذا التاريخ المتطور. وطبعا نرحب به كضيف يرجع عالم القصه بعد 50 من عمره. ثم مرحبا. لما اجي انتقل الى كاتب بقى عندنا حسام عبد الباسط، وحسام عبد الباسط له مجموعه قصصيه قراتها للمره الثانيه، والمره الثانيه تحوز اعجابي المعنونه الامكنه المتاحه ضيقه جدا. حسام عبد الباسط كان تعرفت عليه من خلال 3 مرات في ندوه كانت في فتره الصراع اعتقد او فتره الولد لا اذكر تحديدا. فكان كاتب يعني كاتب مهم جدا، وشايف ان الاثنين اللي يعني تتوكل عليهم تشوف في كتاب القصه في هذا الوقت ولهم اصدارات او واحد طريقه اللي يبقى ليه اصدار ايمن غريب وحسام عبد الباسط، وطبعا احنا مساعد هنتكلم عنها ان شاء الله يكون لها اصدار قريب باذن الله. بالنسبه لحسام عبد الباسط كانت ضيقه متاحه جدا، لو خدتوا بالكم من اللغه ومن العنوان اللي هو فيه وعنوان يشعر كل متذوق ان هو في جديد. لما نقرا عنوان بمثل هذه التركيبه من قبل الامكنه المتاحه ضيقه جدا، المفروض ان الامكنه المتسعه متاحه جدا، ولكن هنا المفارقه الفنيه حتى منذ عتبه العنوان وقبل ان يصير قصص المجموعه الجميله الرائعه التي اعتمد فيها التجريب وحاول اعتياد مناطق تكتب في فن القصه القصيره، وهو يعني كاتب نستطيع ان نحتفي به في هذه الاونه، وهو كاتب يرفع قواعد القصه القصيره من قواعد متينه ليشيد معارف جيده لا يقلد غيره او يتكئ على افكار الاخرين، لكنه يحاول ان يضع له بصمه خاصه في عالم القصه القصيره. واعتقد استمراريته في هذا الاتجاه سوف يكون له شأن كبير في كتابة القصة القصيرة، وأتمنى أن أقرأ له أعمال أخرى غير التي سمعتها وهي جيدة أيضا، هي امتداد لما كتب في الأمكنة المتاحة ضيقة جدا. فبرافو أسمى هناك وأهل أيمن غريب طبعا.
إذا انتقلنا للقصة الموهوبة إيمان مسعد، فأنا تابعتها وقرأتها برضه كويس. يعني أنا مش عارف، يمكن هو تحيز إن أنا لما أبص ألاقي كاتب تجريبي، يعني رغم إن أنا مش ضد أي إبداع يكتب، ولكن أنا ضد إن الكتابة الرديئة، لكن الإبداع اللي يكتب أنا مش ضد. لكن أنا دايما يعني مش امتياز بل حاسس قارئ، إنما كواحد بيحاول يكتب النقد في أول الطريق، طبعا أنا بأشيد بكل ما يكتب ما دام في، يعني أنا أفضل نجيب محفوظ حتى هذه اللحظة رغم كتاب واقعي لا ألغيه ولا أنفيه. فإيمان مسعد اللي بتكتب كتابة من البداية الأولى اللي هي علامة الطريق، اللي فازت في إحدى المسابقات الثقافية. هي كاتبة تجريبية بالدرجة الأولى، تحاول أن تكتب كتابة مغيرة تماما، ولكن أنا قلت دايما للكاتب في أول الطريق أن لابد أن يقرأ ويقرأ في كل شيء، ولكن يقرأ النماذج الجيدة، يقرأ في كل شيء النماذج الجيدة. لأن أنا قلت أن ممكن في نماذج بتبقى رديئة في الكتابة، فهنا قلت تقول للكاتب أو المبدع في بدايات الطريق بتاعته. وأنا قلت إن زمان الإبداع العربية كثيرا ما تذكر أمطار حمزية إذا نزلت على ملكة إبداعية، على ملكة إبداعية لأي أديب، فمن شأنها أن تجمد هذه الملكة الإبداعية بإصابتها بالبوار والآلات.